في يوم التلات 10/12/2024 الساعة 3:15 العصر تقريبا، في ناس ساكنين في منطقة صحراوية معينة سمعوا صوت صراخ رهيب طالع من قلب الصحراء. والغريب إن صوت الصراخ ده كان صراخ جماعي طالع من أكتر من حد، ومحدش كان قادر يحدد هو طالع منين بالظبط في الصحراء. وكمان الأغرب من كده إن في اليوم اللي وراه على طول اللي هو يوم الأربعاء 11/12/2024 أهالي المنطقة دي اتفاجئوا بقوات كبيرة من الشرطة بتطلع الأربعة اللي قدامكم دول من بلاعة صرف صحي في المنطقة. والأغرب إنهم طلعوهم منها متفحمين تماما ومش باين لهم أي ملامح. طيب تمام قوي، هما مين بقى الأربعة دول وإيه اللي حصل معاهم بالظبط ومين اللي عمل فيهم كده وليه عمل فيهم كده وإزاي القضية دي اتحلت وإيه اللي حصل بعدها؟ صلى على النبي وخليك معايا وهتعرف كل حاجة حالا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة أحداثها بتدور يوم التلات 10/12/2024 والمكان في مدينة اسمها غرداية في دولة الجزائر، والمدينة دي بتبعد حوالي 600 كيلو جنوب الجزائر العاصمة. ويلا بينا ندخل على الشخصيات. الشخصية الأولى معانا النهاردة هيكون راجل جزائري مش متوفر عنه معلومات كتير الحقيقة، لكن أول حرفين من اسمه هم حرف الخاء وحرف العين، فخلينا نسهلها على نفسنا ونقول مجازا إن اسمه خالد. خالد ده يا جماعة راجل متجوز ومقيم في بيته الموجود في واحد من أحياء مدينة غرداية في الجزائر، وكان عايش حياة هادية ومستقرة مع مراته اللي متجوزها من أكتر من 12 سنة ومع ولاده الأربعة اللي ربنا رزقه بيهم. وولاده الأربعة دول كانوا عبارة عن ولد أول حرف من اسمه هو حرف الألف وعنده 11 سنة، وأخوه التوأم اللي أول حرف من اسمه هو حرف الواو، وأكيد طبعا بما إنهم توأم فهو كمان عنده 11 سنة. وأخوهم التالت هو ألف اللي عنده 5 سنين، والرابع اللي أول حرف منه عين وعنده 4 سنين. دول كده كانوا الولاد الأربعة لخالد ومراته، وقلت لك إنهم زي أي عيلة عادية كانوا عايشين حياة كويسة. وخلي بالك أنا هنا بتكلك على كلمة كانوا، وده لأنهم حاليا مش كده، وتقريبا بقالهم كذا سنة مش كده. حياة خالد ومراته من فترة مش قليلة بدأت تدب فيها الخلافات، وبدأوا إنهم يتخانقوا كتير، والهدوء والاستقرار العائلي اللي كانوا عايشين فيه من سنين طويلة بدأ إنه يتلاشى للأسف. وفي كلام كتير متداول بين جيرانهم وعلى مواقع التواصل بيقول إن السبب الأساسي للخلافات والمشاكل اللي حصلت بينهم هي المخدرات اللي خالد عرف طريقها وبقى مدمن ليها. بس عموما يعني سواء بسبب المخدرات أو غيرها في مشاكل عائلية حصلت وعملت خلافات بينهم، وللأسف الخلافات دي مع الوقت نتج عنها إن عيشتهم مع بعض في بيت واحد بقت صعبة جدا. وبسبب كده قام خالد مقرر إنه يتجوز مرة تانية، وفعلا الراجل راح متجوز واحدة تانية على مراته اسمها سين به. وبيقال إن مراته الأولى وقتها طلبت منه إنه يطلقها وهو رفض، وفضل بقى معلقها على ذمته وراح اتجوز وعاش حياته بشكل طبيعي جدا. وتقريبا انت لحد هنا كده عرفت كل اللي محتاج تعرفه قبل مشهد البداية، ويلا بينا على يوم مشهد البداية. اليوم ده زي ما قلنا كان يوم التلات 10/12/2024، ولو عايز تعرف الساعة كام بالظبط فالكلام ده كان الساعة 2 الظهر تقريبا. واللي حصل وقتها إن خالد راح البيت اللي فيه ولاده الأربعة بعربية خاصة، وغالبا العربية دي كان مأجرها، ودخل وقتها على ولاده الأربعة وسلم عليهم وكل الكلام الحلو ده، وقال لهم بقى أنا مزاجي رايق النهاردة، تيجوا أفسحكوا شوية أو يعني نخرج نلف بالعربية وكده. وقتها طبعا الولاد الأربعة زي أي ولاد في الدنيا انبسطوا جدا وكانوا طايرين من الفرحة، وبسرعة غيروا هدومهم وظبطوا حالهم وطلعوا مع خالد اللي هو والدهم وركبوا معاه العربية وطلع بيهم. والكلام ده زي ما قلت لك كان الساعة 2 الظهر تقريبا. وطبعا بحكم انهم ساكنين في مدينة غرداية، ودي مدينة سياحية جميلة في الجزائر زي ما انت شايف في الصور، فيعني مفيش اكتر من الاماكن الجميلة اللي ممكن يروحوا لها او يلفوا فيها بالعربية. وفعلا خالد لف بولاده الأربعة لمدة ساعة وربع تقريبا، وعلى ما الساعة وصلت 3:15 العصر كان خالد وصل بيهم لآخر محطة في الرحلة بتاعتهم، وهي منطقة صحراوية اسمها واد نشو تبع مدينة غرداية. والمنطقة دي مش صحراوية قوي يعني، هي فيها مباني بس لسه تحت الإنشاء ويعتبر لسه مفيش حد ساكن فيها. واللي حصل بعد ما وصلوا هناك إن خالد قام موقف العربية ونزل منها، ومش عارف بصراحة أحكي لك المشهد اللي جاي ده إزاي، بس حاول ما تتصدمش.
خالد وقتها نزل ولاده من العربية واحد ورا التاني، وكان كل واحد بينزله بيقوم ماسكه من رقبته وضاغط عليها بكل قوته لحد ما يتأكد إن نفسه وقف، ويقوم رميه في بلاعة صرف صحي موجودة هناك كان واقف بالعربية جنبها. ومسك بقى ولاده الأربعة وعمل فيهم كده واحد ورا التاني، وطبعا هم صرخوا وقتها على أمل إن حد ممكن يسمعهم ويجي يلحقهم من المجنون ده. لكن زي ما قلت لك للأسف المنطقة بالكامل لسه تحت الإنشاء، ولو في حد ساكن فيها فهم في مكان بعيد شوية عن المكان اللي هم فيه. وصحيح إن صوت صراخهم سمعوا ناس من منطقة جنب الواقعة بيأكدوا ده، لكن برضو المكان بعيد وما كانوش قادرين يحددوا هو الصوت ده طالع منين بالظبط، خصوصا إنه استمر الأقل من 5 دقايق. ولما وقف فجأة الناس فكروهم عيال بيلعبوا مثلا. وعموما يعني خالد للأسف أتم مهمته زي ما كان مخطط لها، وبعد ما خلص على ولاده الأربعة ورماهم في بلاعة الصرف الصحي اللي كانت فاضية طبعا لأن مباني المنطقة لسه تحت الإنشاء، قام متجه للعربية وطلع منها جيركن بنزين 5 لتر كان جايبه معاه، وبدأ إنه يدلق الجيركن ده على عياله اللي رماهم في البلاعة، وراح مولع فيهم وساب العربية في مكانها عشان محدش يعرف يتتبع خط سيره. وكمان كسر الموبايل بتاعه ورماه هناك واختفى وقتها تماما. بس اختفائه مطولش كتير، خالد ظهر بعدها في اليوم اللي بعده على طول اللي هو يوم الاربع 11/12/2024، وبالتحديد الساعة 5 صباحا. والمكان اللي ظهر فيه وقتها كانت هي الجزائر العاصمة، وبالتحديد اكتر خالد راح وقتها لبيت مراته التانية اللي هي سين به في الجزائر العاصمة. وساعتها مراته استغربت طبعا من الميعاد الغريب اللي هو جاي فيه ده غير ان تليفونه مقفول، وحست انه مش مظبوط كده او تعبان زيادة عن اللازم، وسألته انت كنت فين؟ وساعتها بمنتهى البرود رد عليها وقال لها انه خلص على ولاده الأربعة وحكى لها اللي عمله بالظبط. واللي حصل وقتها ان مراته التانية دي بدأت انها تواسيه وتطمنه ان كل حاجة هتبقى تمام، وقالت له نام انت دلوقتي عشان شكلك تعبان، ولما تصحى فايق كده نبقى نشوف هنعمل ايه. وفعلا خالد ما كدبش خبر وراح داخل أوضة النوم ورمى نفسه على السرير وما حسش بأي حاجة من بعدها، وفضل نايم بالشكل ده لحد ما صحي على صوت حد بيصحيه. ولما فتح عينه وقتها اتفاجئ ان الشقة كلها مليانة افراد امن وشرطة، وبهدوء كده خدوه معاهم وطلعوا بيه على القسم. وبالنسبة للمشهد اللي حصل وهو نايم ومحسش بيه، فهو ان مراته التانية فورا اول ما حست انه دخل في نوم عميق قامت مبلغة الشرطة بكل حاجة، وفي خلال لحظات كان في قوة امنية وصلت عندها في البيت وقبضت عليه بالشكل اللي عرفناه. واقفل بقى على كل اللي فات ده على كده وتعالى ندخل على التحقيقات. طبعا خالد بعد ما اتقبض عليه واتخذ على الاسم بدأت التحقيقات معاه فورا، وكان أول وأهم سؤال اتوجه له انت خلصت على عيالك فين؟ ووقتها الراجل طبعا كان متعاون، وده لأن ما عندوش أي اختيارات تانية، وطلع مع قوة من الشرطة هناك وعناصر من الدفاع المدني للمكان اللي خلص فيه على عياله. وفعلا وصلوا المكان ده وتم استخراج الأولاد الأربعة من بلاعة الصرف اللي رماهم فيها، وحرفيا كانوا طالعين منها متفحمين. والمعاينة الأولى وقتها أكدت إنهم اتعرضوا أول حاجة للخنق، وبعدها اتولع فيهم باستخدام مادة سريعة الاشتعال وعلى الأرجح مادة البنزين، وده عمل لهم أضرار من الدرجة الثالثة. وكمان كان في منهم اللي لسه فيه الروح بعدها وتنفس كمية كبيرة من الدخان اللي نتج عن الاشتعال ده. وطبعا بعد ما تعرضوا لل3 حاجات دول كانوا كلهم الله يرحمهم، وتم نقلهم كلهم لمشرحة واحدة من المستشفيات هناك، وتم بعدها استكمال التحقيقات مع والدهم اللي هو خاه أو بالاسم المجازي خالد مرة تانية. وكان أهم سؤال اتوجه له وقتها هو إيه الدافع اللي خلاك تعمل في ولادك كده؟ ووقتها قال في التحقيقات الأولية إن ده حصل بسبب ضغوطات بيعاني منها الفترة دي، وما تمش الإعلان بشكل رسمي عن طبيعة الضغوطات دي، وشرح وقتها هو عمل إيه فيهم بالتفصيل. وطبعا التحقيقات اتطورت بعدها، وفي كذا مصدر على منصات التواصل نشر إن التحقيقات بينت إن الراجل ده بيعاني من إدمان المخدرات، وإنه قام بجريمته دي بدافع الانتقام من مراته الأولى، وتحديدا لأنها خلعته أو رفعت عليه قضية خلع. ولو هنستنتج اللي حصل بشكل منطقي فالمفروض إن الكلام اللي بيتقال دلوقت هو إن الراجل ده شرب مخدرات في يوم الواقعة وعقله غاب عنه خالص، وطبعا مع حالة الغضب اللي جواه من مراته الأولى وقضية الخلع اللي رفعتها عليه راح متجه على البيت وخد ولادها اللي هم ولاده في نفس الوقت وعمل فيهم اللي عمله. والمفروض إن التحقيقات الأولية في القضية دي انتهت، وتم تحويل الجاني لمحكمة غرداية يوم الأحد 15/12/2024، وقاضي التحقيق في المحكمة وجه له 3 تهم، وهم
قتل مع سبق الإصرار والترصد، وجناية استعمال التعذيب وارتكاب أعمال وحشية، وجناية الاغتيال. وطبعا قاضي التحقيق بعدها قرر حبسه مؤقتا لحين استكمال محاكمته. وفي النهاية أنا بصراحة مش لاقي أي تعليق يليق بالجريمة الغريبة دي. بس لو فعلا خالد عمل كده تحت تأثير المخدر زي ما متداول على مواقع التواصل، فدي كده تبقى واحدة من قصص كتير بتحصل كل يوم، وبتوضح لنا المخدرات بتوصل صاحبها لفين. ولو عمل كده وهو مش تحت تأثير المخدرات ولا حاجة، وإن كل ده بسبب خلافات عائلية مش أكتر، وبسبب إن مراته رفعت عليه قضية خلع فبينتقم منها في الولاد، فأعتقد إن دي مصيبة أكبر، لأن ده معناه إن في فصيلة بشرية جديدة بدأت تظهر، والفصيلة دي ولا عندها قلب ولا عندها رحمة، وبتخلص على أي حد حتى لو عيالها لأتفه الأسباب وبأساليب مرعبة وبتخطيط محكم ومن غير أي تردد. يا ريت ضروري لو وصلت لهنا تدعي للأولاد الأربعة في التعليقات بالرحمة ولوالدتهم بالصبر، وتعرفني رأيك في القضية. وكمان أختنا إيمان طالبة منكم تدعوا لأختها بالرحمة والمغفرة. وما تنساش اللايك بتاعك لو استفدت من حلقة النهاردة وحابب إنها توصل لغيرك. كان معاكم إسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.